الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها ابو رقيبة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال ان محمدا كان انسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء، سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة اهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة ونقول له لو اجتمع اهل الارض جميعا على ان يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيء، وان مثلك ومثل اعداء الاسلام كمثل طفل صغير رمى الحجر الذاخر بقطعة من الحجر. ما يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر، هذا لا يضر. وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة، فاذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجهه كوجه النهار الاسود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. اما قولك ان محمدا كان انسانا بسيطا، فبساطة محمد هي سر عظمته. كان بسيطا فعلا، يجلس على الارض ويأكل وهو جالس على الارض، ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على ان تكون له ذهبا وفضة فابى، وقال يا رب بل اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا ابا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الايام عميلا لقيصر الروم، ولم يكن محمد يوما من الايام ذيلا لكسرى فارس، انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد، كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين: انه كان على شخصية تمتاز باليسر وتمتاز بالوضوح، فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد حرس، لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل الى المواكب والزخارف، انما قال له الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اسمع يا ابو رقيبة الى قول ذلك الاوروبي الايرلندي برنارد شو، يقول لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن 20 لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة.
هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تعال يا رسول الله لترى حال امتك في مشارق الارض ومغاربها. تفيد الانباء الواردة من تونس بلد الحبيب بورقيبة انهم اباحوا اجهاض النساء بعد الحمل ب3 اشهر. بلد تدعي انها مسلمة بلغ من جرأتها على الله انها تقتل الاجنة في البطون لانها لا تثق بان الله هو الرزاق. اعتدت على الاجنة في الارحام. اتق الله يا ابو رقيبة، اتق الله حتى لا يقصف الله منك الرقابة. اتق الله، اتق الله يا حاكم تونس. ان النبي محمدا يقول الادمي بنيان الرب ملعون من هدمه. يقتلون الاجنة في البطون ويدعون انهم مسلمون. الاسلام بريء، الاسلام بريء. لماذا ضعفت ثقتنا في الله؟ ان الله لما تكلم عن خلقه قال افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. وبعد ذلك ذكر مصادر الرزق فقال افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. افرأيتم النار التي تورون أأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. لا انتم الزارعون ولا انتم المنزلون ولا انتم المنشئون. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. على الله. لم يقل وما من دابة في الارض الا رزقها على الله، انما قال على الله رزقها ليفيد ان الرزق على الله وحده لا شريك له. على الله. كلمة على تفيد الالزام، اي ان الله كتب الارزاق على نفسه، واذا كان كتب ذلك على نفسه فان ذلك وعد لن يتخلف ابدا. حبيب بورقيبة اصدر قرارا بافطار رمضان وقال فيه ان الصيام يقلل الانتاج. وقبل ان يذيع هذا القرار على شعبه جاء بالمفتي التونسي وقال له يا فضيلة الشيخ انني اعددت قرارا بافطار رمضان لانه يقلل الانتاج. قال له الشيخ وماذا تريد مني؟ قال له اريد منك ان تعلن هذا في المؤتمر الشعبي الذي ساعقده.
سأجمع لك العمال والفلاحين وأنقل الإذاعة والتلفزيون والصحافة. فقال له المفتي: أنا على أتم استعداد. اسمعوا ماذا حدث لهذا الرجل. وجمع أبو رقيبة، ونفسي لا تطاوعني أن أسميه الحبيب، جمع الشعب وقال لهم: أيها المواطنون، لقد قررنا إفطار رمضان لأنه يقلل الإنتاج، وسوف يقوم بتلاوة الفتوى عليكم فضيلة الشيخ مفتي الديار التونسية. اتفضل يا فضيلة الشيخ. وخرج الشيخ ليعلن القرار، خرج ثابت القوى وطيب الأقدام كأنه الجبال الشم، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فإذا كان الله قال ذلك فالله أصدق القائلين، وقد كذبت يا فلان. لن يرتفع صوت الباطل إلا إذا غفل أهل الحق. قالها المفتي وهو يعلم أن الكرسي الذي تحته سيميد ويهتز، ولكن إلى الجحيم أيها الكرسي، لا قيمة لك. إذا كان هذا الكرسي سيضيع فإن هناك جنات ونهر، هناك مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعزله برقيبة، واستقبل الرجل العزل إبان سطوته ومجده مستريح النفس هانيها، وقبل ورقة العزل كما يقبل آي الله تاليها. المساواة في الإرث اللي هو أهم مساواة بقات ماشي جاي، هذا الموضوع احنا حسمنا فيه. أولا يعني يلزم نغيروا أحكام مجلة الأحوال الشخصية، لأن احنا ما عندناش له علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية. احنا عندنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا، ونحن في دولة مدنية. والقول هو أن المرجعية تاع الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ، وخطأ فاحش مش موجود. هذا أنا نقترح وأنه المساواة في الإرث تصبح قانون. شيء جديد، وهو احنا الدستور هو اللي يحكم فينا تو جديد، وهو السلطة العليا في القوانين، لهذا نمشيو فيها. قلت لا، تصبح يعني المساواة هذا قانون في القانون. إذا كان المورث مهما كان يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته فله ذلك. اللي يحب يطبق الدستور بحذافيره فله ذلك، بغير المساواة. المورث الذي يريد المساواة بين ابنه وبنته يمكنه القيام بذلك حسب الصيغ التي وصلنا إليها، واللي ممكن في المرة هذه مش نعكسه. هذا لو باراليزم دي فورم يقولوا أصحاب القانون. نعكسه هو كونه إذا كان صاحب يعني الممتلكات وصاحب التركة بحياته يحب بالعكس يطبق الموضوع حسب ما جاء في الشريعة لأنه هو عنده مرجعية دينية فله ذلك.